بحضور رسمي من قيادة وكوادر وزارة التربية والتعليم ممثلة بمدراء عموم التعليم العام والتعليم الأهلي ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والسلطة المحلية بمديرية خنفر واتحاد نساء اليمن وجمع غفير من أولياء الأمور. احتفلت مدارس الأوائل بجعار بمديرية خنفر بمرور 17 عاما على تأسيسها، وكرمت أوائل طلابها وعدد من المتفوقين والمواهب. في الحفل الذي بدأ بآية من ذكر الحكيم ألقيت عدد من الكلمات، حيث استعرض مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي القيم الدينية في التعليم، مشيدا بدور مدارس الأوائل التعليمي منذ التأسيس. أما كلمة مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم طه نعمان عبد الله قد دعت إلى حوارات تعليمية لتقييم وتحسين أداء العملية التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية. وإنما ميز الله عز وجل بين الناس بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل أن مناط التكليف والحساب قد يتأثر بالعلم، وقد يعذر الجاهل بجهله ولا يعذر المتعلم. الذين تحصلوا على المراكز الأولى إنما جاءت هذه المراكز من جهود بذلت طيلة عام دراسي كامل. كلمة أولياء الأمور التي ألقاها مدير إذاعة هنا أبين الإعلامي عصام علي محمد شددت على تفعيل الرسالة الإنسانية لدى المعلمين وتفعيل دور التكافل في التعليم. بينما استعرضت كلمة مدير مدارس الأوائل الأستاذ حسن الناخبي استعرضت جانب من أنشطة وفعاليات المدارس منذ التأسيس، مشيرا إلى توجه الإدارة في إدخال التكنولوجيا في التعليم وعدد من البرامج منها برامج الخوارزمي الصغير، مهنئا أبنائه وبناته بنجاحاتهم وتفوقهم التعليمي المستمر. ومدارسنا اليوم تخدم العام الدراسي 2022-2023 وتفتتح عامها الجديد. بحلول جديدة ستحدث النقلة النوعية للمعلم والمتعلم على السواء ليواكبوا التطور التكنولوجي في مجال التعليم الذي بلا شك سيؤدي إلى تحسين المخرجات. فقرة التكريم شملت 220 مكرم ومكرمة من أوائل الطلاب والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة وأصحاب المواهب والمبدعين. تخلل الحفل فيلم في دقائق حول تعلم اللغة الإنجليزية وحوار بين طفلين في الصف الأول باللغة الإنجليزية نال استحسان وسعادة الجميع، بالإضافة إلى عروض مسرحية حصدت الإعجاب والتصفيق الحار. في الحفل أبدع الطالب عبيد الله وجدي في إلقاء واحدة من أشهر قصائد الشعراء العرب، كما قدمت في الاحتفال عدد من الأناشيد لموهوبات المدارس، فيما تميز وأبدع وتألق الطالب الإعلامي الموهوب موسى عمران في تقديم الاحتفال. أهلا وسهلا بأهل الجود والشاطئ. في قناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين.